وايه هو التمن اللي ممكن تدفعه عشان تفضل ماشي فيه؟ خلي السؤال ده في دماغك وركز معايا عشان اجابته في اخر الفيديو ممكن تغير نظرتك لتليفونك تماما. اهلا بيك يا صديقي. عارف ان انت احساس لما تكون قاعد جعان الساعة 3 الفجر وتكتشف ان التلاجة فيها ليمونة ناشفة ونص خيارة وربع رغيف؟ في اللحظة دي التطبيقات بتبقى هي المنقذ. بتدوس زرار يجيلك الأكل، زرار تاني يجيلك تاكسي، زرار تالت يخليك تكلم خالتك اللي في أمريكا وتشوفها صوت وصورة. احنا بقينا عايشين في عصر يا بكبسة زر. حياتنا كلها بقت عبارة عن أيقونات ملونة، بس وسط الزحمة دي في تطبيقات بتعمل حاجات تانية خالص، حاجات مش بس بتسهل حياتك، دي بتفتح لك أبواب كانت مقفولة بالضبة والمفتاح. والنهاردة جايب لك ضيف تقيل، تطبيق ديجيترنال فاست سكيور. يا ترى ايه حكاية التطبيق ده وليه ناس كتيرة بتدور عليه؟ بص يا سيدي، تخيل موبايلك ده هو بيتك والانترنت هو الشارع. احيانا الشارع بيكون فيه تفتيش او طريق مقفول او زحمة تخلي النت عندك بيمشي على عكاز. هنا بيجي دور بقى ديجيترنال، اللي هو باختصار تطبيق VPN او شبكة افتراضية. وظيفته انه بيعمل لك النفق اللي حكينا عليه في الاول، ويخليك تعدي من الحجم، يسرع معاك الدنيا لو السيرفرات مخنوقة، يخليك شبح على الشبكة، محدش عارف انت جاي منين ولا رايح فين. طيب نستخدمه ازاي عشان منلبسش في الحيط؟ الموضوع ابسط من سلق البيض. اول ما تنزل التطبيق من اللينك اللي هسيبهولك وتفتحه، هتلاقي واجهة بسيطة، مش محتاج مهندس صواريخ. كل اللي عليك تختار السيرفر، وغالبا بيكون في سيرفرات لدول كتيرة زي ألمانيا وأمريكا. وبعدين بتختار حاجة اسمها تي ووك او التظبيط المناسبة لشبكتك. ودي بقى النقطة اللي الشباب بيحبوها، عشان احيانا بتفتح نت مجاني او بتظبط الباقة وبعدها بتدوس على زرار ستارت الكبير ده وتستنى لما يقولك كونكتد. بس استنى، الحلو ما يكملش. تعال بقى نتكلم دغري عن المميزات والعيوب. اهم ميزة في التطبيق ده انه خفيف جدا على الجهاز، مش هتحس ان موبايلك سخن وبقى شبه المكوة. وكمان كونكشن الاتصال بتاعه نوعا ما ثابت مقارنة بغيره. وفي بروتوكولات حماية كويسة، تشفير بيانات وانت فاتح واي فاي في كافيه مثلا. اما بقى العيوب، ودي الفقرة اللي المطورين مش بيحبوها، اول عيب هو الاعلانات. يا ساتر، ممكن وانت بتدوس اتصال يطلع لك اعلان كريم لتشققات الكعبين. كريم معلش كريم لتشققات الكعبين، يقعد 30 ثانية، حاجة تفصلك من المود. وتاني عيب ان احيانا في اوقات الذروة السيرفرات بتبقى بطيئة وبتهنج، ممكن يفصل ويشبك تاني لوحده. طب الناس بتقول ايه؟ انا دخلت لفيت لفة في التعليقات على البلاي ستور، وبصراحة الاراء زي طبق الكشري مشكلة. في اللي طاير بيه وبيقول انه احسن تطبيق لفك الحظر وتسريع الالعاب، وفي اللي بيشتكي من التحديث الاخير. بس اكتر تعليق واخد لايكات وتفاعل كان لواحد اسمه احمد، بيقول معناه بما معناه يعني تطبيق ممتاز وسريع جدا في التصفح والتحميل، بس يا ريت يقللوا الاعلانات شويه لانها بقت مستفزه جدا وبتظهر كل ما افصل واتصل. وده بيلخص تجربة أغلب الناس: تطبيق شغال وكفاءة، بس الإعلانات هي ضريبة الاستخدام المجاني. طب لو التطبيق ده مش شغال معاك كويس أو زهقت منه، ما تقلقش، أنا مش هسيبك. في بدائل قوية جدا زي تطبيق HA Eternal Plus، وده وحش في مجاله. وكمان HTTP للمحترفين شوية اللي بيحبوا يكتبوا ملفات الكونفاج بنفسهم. نرجع بقى لسؤال اللغز اللي سألته لك في الأول: ايه هو النفق وايه التمن؟ النفق هو تطبيقات ال VPN ديجيترنال اللي بتديك حرية وتخليك تشوف كل المواقع المحجوبة، تتخطى القيود. لكن التمن هو بياناتك. خلي بالك يا صاحبي، مفيش حاجة ببلاش 100%. دايما استخدم التطبيقات دي بحذر، ما تفتحش حسابات بنكية او حاجات حساسة وانت مشغل نفق مجهول، لانك ما تعرفش مين واقف في اخر النفق ده. لو عجبك الفيديو متنساش اللايك المتين والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. سلام.